السلام عليكم. لو انت مصري عربي وبتحب كرة القدم الساحرة المستديرة، فاكيد لو انت عايش جوه مصر يا هتبقى اهلاوي يا هتبقى زملكاوي. انا بقى معاك النهارده عشان اجاوبك على سؤال دايما مطروح ما بين الجمهورين ودايما عليه خناقة كبيرة، والسؤال كما يلي: هو الاهلي فعلا جامد وبيكسب على طول بالمجاملات والحظ دايما واقف جنبه هو نادي الدولة الاول، ولا الزمالك دايما مظلوم على مدار التاريخ ومحطوط بالعافية في دور سنيد البطل اللي على الرغم انه ممكن يتفوق على البطل في بعض الافلام لكن بيبقى اسم البطل هو اللي بيكسب ويبيع؟ تعال معايا اجاوبك واقول لك الحقيقه فين بكل موضوعيه. تعال هاخدك معايا ونركب آلة الزمن ونرجع لسنة 1882، ومع دخول الإنجليز مصر وزي ما المصريين خدوا الكرواسو من الفرنسويين خدوا لعبة كرة القدم من الإنجليز. وطبعا الكلام ده كله بدأ في الإسكندرية، وفي خلال 9 سنين بس انتشرت كرة القدم من شمال مصر لأحياء مصر المشهورة وكمان داخل المدارس، وبقت اللعبة الشعبية الأولى في مصر. وطبعا طول الفترة دي الموضوع كان بيتم بشكل هاوي، يعني كرة الشراب ولعب الشوارع، لحد ما تم تأسيس أول فريق كرة قدم رسمي تابع لنادي وهو فريق السكة الحديد. وبعده على طول ابتدت الأندية في تأسيس فرق لكرة القدم لحد ما وصلنا لمين؟ النادي الأهلي، وده تقريبا سنة 1911. يعني في تاريخ تأسيس نادي الزمالك كان الأهلي عنده فريق كرة قدم، والزمالك كون فرقته بعد الأهلي تقريبا ب5 سنين، ومن ساعتها ابتدى الصراع والمنافسة ما بين القطبين. وجدير بالذكر إن أول بطولة تم تنظيمها كانت بطولة السلطان حسن، وأكتر نادي فاز بيها هو النادي الأهلي 7 مرات، وجه بعده النادي المصري 3 مرات، وجه بعده نادي الزمالك مرتين. بس كده البطوله دي ما استمرتش كتير بعكس دوري المناطق، وده كان الشكل المصغر للدوري المصري، بس كانت كل منطقه لوحدها، يعني القاهره لوحدها، القناه، الاسكندريه، وهكذا. وهنلاقي البطوله اللي استمرت لاكتر من 36 سنه الاهلي خدها 15 مره والزمالك خدها 14 مره. كلام جميل لحد دلوقتي، لسه ما فيش فرق كبير ما بين القطبين. لما بنيجي لبطوله كاس مصر اللي هي من اقدم البطولات المصريه منذ بدايتها لحد سنه 1960، هنلاقي الاهلي خد الكاس 20 مره والزمالك 13 مره. لكن لما بنيجي نشوف بطوله الدوري اللي ابتدت سنه 1948 هنلاقي ان اول 9 نسخ خدهم الاهلي. وطبعا اغلب الغير اهلاويه مقتنعين ان الاهلي خد البطولات دي بالمجاملات والحكام والفساد وكابتن عبده البقال وخلافه. لا هنغلط يابا. وهنا انا هتكلم معاك بشكل عملي وعلمي. الاهلي منذ نشأته لحد سنه 60، يعني تقريبا خلال 53 سنه حكموا 6 رؤساء فقط ب7 فترات رئاسيه، وخلال الفتره دي كل رئيس حكم الاهلي ضاف له شيء ملموس، مثلا اللي ساهم في بناء النادي او اللي طور النادي اجتماعيا او اللي زود فرع للنادي، وفي اللي عمل قانون للاهلي. طب عارف ايه العامل المشترك في ال6 رؤساء؟ ان اغلب اللي مسك النادي كانوا ناس جايه تدير وتشتغل، مش مجرد منصب شرفي. وضيف على كده اهم نقطه ان كان ليهم نفوذ في البلد تقدر تسهل اعمال اداريه كتير جوه النادي. على سبيل المثال اول رئيس كان انجليزي وقريب من الملك والانجليز، واللي مسك بعده عزيز عزت باشا، ثم عبد الخالق ثروت رئيس وزراء مصر، وبعده جعفر والي باشا اللي هو اول رئيس الاتحاد المصري اصلا. فبالتالي بجانب اللي ماسك هو كادر اداري محترم، لا كمان له نفوذ وسلطه تقدر تخدم على النادي. اما الناحيه الثانيه في الزمالك من سنه 1911 لسنه 1967 ترأس النادي عدد 10 رؤساء خلال 13 فتره رئاسيه. وخلال الفتره دي الزمالك كان فيه كميه مشاكل لا حصر لها، مثلا مكان النادي اتنقل اكتر من مره، طبعا اسم النادي اتغير اكتر من مره، وهنلاقي ان منصب رئيس النادي كان بشكل كبير بيمشي بشكل شرفي، مش رئيس جاي يشتغل ويبني ويأسس نظام واداره. وهنلاقي انه تم اقالات ورئيس يمشي ويرجع بعدها تاني وهكذا، ودواخين يلمون. حتى لما وزير الحربيه مسك وقتها الانجاز اللي عمله انه غير اسم النادي لفاروق. مفيش انجازات اداريه تذكر خلال الفتره دي باستثناء فتره عبد اللطيف ابو رجيله اللي بنى ملعب الزمالك والمبنى الاجتماعي، والكلام ده كله كان ما بين سنه 56 لحد 61. انتوا واخدين بالكم هنا الزمالك ابتدى يبني ايه سنه كام؟ وهنا بنرجع كل شيء للاساس السليم القوي. على مدار تاريخ الاهلي كان اساس نجاحه هو الاستقرار الاداري واختيار الكادر الاداري، حتى قبل ما يبقى فيه مجاملات ونادي الدوله اللي كل الوسائل متوفره له وانه اجمد جامد. ومن هنا الاهلي فرق عن الزمالك وعن اي نادي قريب منه، والدليل على ان الكادر الاداري واستقراره اهم شيء في المنظومه. الزمالك في فتره من الفترات لما ظبط الكادر الاداري خصوصا في الفتره ما بين 1980 لحد سنه 2004 هتلاقي ان الكفه ابتدت تعدل شويه ما بين الاهلي والزمالك. هتلاقي خلال الفتره ديت الاهلي خد 17 دوري والزمالك 7، وده فرق مش كبير في لغه الارقام. في
في كاس مصر الاهلي خد 11 مره والزمالك 4. اما في البطولات القاريه الزمالك خد 9 بطولات والاهلي خد 7 بطولات. ولحد سنه 2004 الزمالك كان الاشهر افريقيا وعربيا، بعيدا عن الجدل حول مين نادي القرن الحقيقي. يا سيدي خلينا اقول لك ان النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي بالنقاط، اما نادي الزمالك هو النادي الاكثر تتويجا بالالقاب القاريه في القرن العشرين. حلو كده؟ خالصين يا سيدي؟ خالصين. فالامور لما بيحصل فيها تكافؤ فرص وعداله واداره ونظام الامور بتقرب. على فكره الاهلي مش ظاهره كونيه شاذه، الدوري الالماني ذاته عندك بايرن ميونخ فارق ب 24 لقب دوري عن اقرب منافس ليه، وفارق بكتير قاريا ومحليا عن اي فريق داخل المانيا، ونفس الكلام في امريكا الجنوبيه وفي اسيا وفي اوروبا نفسها. حتى الدوري الانجليزي نفسه لو رجعت اول 30 سنه هتلاقي اللي كان بياخد البطولات انديه غير اللي على الساحه دلوقتي، ما كانش فيه مثلا غير ليفربول والمان يونايتد وكمان على استحياء. ولما الفرقه دي ما طورتش من ادارتها ومن الموارد بتاعتها دور عليها دلوقتي هتلاقيها في الدرجه الثانيه او الثالثه او في اخر ترتيب الدوري الممتاز. طبعا هتلاقي اللي بيقول ان النادي الاهلي هو نادي الدوله، وطبيعي نقول كده، وطبيعي ان الدوله سياسيا تساعد النادي الاهلي لانه صاحب الاغلبيه الكرويه في مصر. السجف العيال ابن النار. وده بيحصل في بلدان كتير مش في بلدنا بس، لكن مش معنى ان هو نادي الدولة وان هو متوفره له كل حاجة ان هو طالب بليد بيعتمد على فلوس اهله عشان ينجح. لا، هو شاطر وبيستغل الفرص وبيكمل عليها وبيجيب اعلى الدرجات. طب هل الزمالك بيحصل معاه نفس الكلام اللي بيحصل مع الاهلي؟ اكيد بيحصل بحكم حجم النادي وشعبيته، بس بشكل اقل طبعا من النادي الاهلي. فللاسف قدرنا اننا كزملكاويه نشيل نتائج فشل العمل الاداري اللي تراكماته بتكون وخيمة، وكل ما بتظبط 3-4 سنين بترجع تبوظ تاني، سواء بفعل فاعل او مننا فينا للاسف. والناحية التانية الأهلي بيجني ثمار العمل الإداري المظبوط والأساس السليم من بداية نشأته. فالشاهد من الكلام إن مفيش حاجة بتحصل صدفة في الكون ده كله، كل حاجة لازم يبقى ليها سبب وسبب واضح، والحظ والتوفيق ما بيقفوش جنب حد طول العمر، لازم يبقى فيه اجتهاد وشغل وتعب عشان يبقى فيه نتيجة، ودي قاعدة ربانية ملهاش تبديل. أخيرا الأهلي والزمالك أكبر فرقتين في مصر وأفريقيا وفي العرب، فكونك أهلاوي ليك الحق تفتخر بأرقام ناديك واستمراريته ونظامه وادارته، لكن ملكش حق تلغي وجود منافس قوي وعظيم زي الزمالك. وكزملكاوي انت لازم تفتخر بناديك انه وسط العك اللي مر بيه طول تاريخه قدر يطلع بحته مش صغيره من التورته الكرويه. ولكن ما تنكرش حجم وتاريخ وانجازات النادي الاهلي سواء كنت مقتنع بنزاهه تاريخه من عدم. التاريخ يكتبه المنتصرين يا عزيزي. وعلى فكره مش لازم يبقى نادي اكبر ولا اعظم ولا معدي كل الارقام القياسيه عشان افتخر بيه. استمتع وشجع وانتمي لناديك ايا كان، في الاخر دي لعبه واداه للتسليه، المستفيد الاول هو اللي بيشتغل جوه المنظومه، سواء اللي جوه اللعبه او اللي بيخدم عليها. حرفيا المنظومه دي مفيش اي حد فيها خسران، لكن انت كمشاهد او مشجع اللي ممكن تخسر صاحبك او صحتك او حتى سلامه مزاجك اليومي عشان تعصب اعمى، ما منوش اي فايده. استمتع وشجع فريقك، لكن اوعى تيجي على نفسك او دينك او عبادتك، في الاخر دي لعبه ولهو ما منوش اي فايده ملموسه ليك كمشاهد. لو وصلت لحد هنا في الفيديو تحياتي من كل قلبي لكل اهلاوي وزملكاوي بيساند فرقته تحت اي ظرف من الظروف. ولحد هنا حلقه استثنائيه جدا بره المحتوى بتاعي خلصت الحمد لله. لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك وشير. كنتم مع مصطفى سعد وحكاوي الخلفاوي، والسلام عليكم.